السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بطاطس محشية لحمة مفرومة. طعمها جميل وروعة. ورز حبة وحبة فلفل. تعالوا نشوف الطريقة اللي هنعمل بيها وشوفوا جمال الطاجن. الطاجن هو مبكبك كده وطلع من النار، شكله روعة وطعمه حلو جدا. هنجيب بطاطس ونقورها. هي المفروض تبقى صغيرة، وكل ما تبقى صغيرة بتبقى الشكل احلى، بس ما كانش عندي في البيت غير الكبيرة دي فقلت ايه اعملها. نقورها وبعد كده نجيب زيت حبايبي. البطاطس اللي بتطلع منها ما ترموهاش، اسلقوها نفطر بيها نتعشى بيها. اهو بقلب البطاطس، وبعد كده احضر التخديعه بتاعت اللي بحطها على وش الطاجن: فلفلايه وبصلايه وحبه من فصوص الثوم عشان الثوم ده صغير، وكمون وفلفل اسود. نروح نضربه في الكبه ونرجع. متنسوناش في الاشتراك يا حبايبي. بصي دي شكلها لما اتقلت. او بحشي اللحمه المفرومه، البطاطس بحشيها لحمه مفرومه، وهي التسبيكه بتتسبك بعد ما اخلص حشو. متنسوناش في الاشتراك في القناه يا حبايبي. وادي التسبيكه، حط لها ملح. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين. جبنا الطاجن وهنرص فيه البطاطس اللي حشيناها. ممكن الواحد ياكلها كده بتبقى جميله برضك. بعد كده انزل بالصلصه عليها اللي انا عملتها سبكتها، تبقى طعمها جميل مع الرز. بعد كده ناخدها ونحطها في الفرن، نفتح الشوايه، نعمل شويه رز حبه وحبه. بيبقى طعمه جميل جدا جدا مع الصلصة والبطاطس. ننزل بالمية عليه، تشرب خلاص هغطي عليه. بص الطاجن طالع من الفرن مبكبك ازاي، شكله يفتح النفس وجميل جدا، طعمه ولا روعة روعة. والرز مفلفل وجميل. تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. متنسوناش في الاشتراك في القناة يا حبايبي. ايه رأيكم في الطاجن؟ اكتبولي في التعليقات. تعالوا نغرف مع بعض كده. بص شكل الرز مفلفل ازاي، والبطاطس مهرية مهرية. بصوا مش مستحملة، بس شكلها جميل ازاي. قلبها اللحمة المفرومة جميلة جدا جدا. ألف هنا وشفا.